السلام عليكم، على السلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا ملاح ومهنيين. ان شاء الله حنديروا معكم كيفاش يكون الغرس تاعنا يكون طري، نديروا به المقروط ولا النقاش. بسم الله. حاجه الاولى حطيت مغرفه كبيره تاع زبده، وعندي هنا الزيت والغرس ولا التمر. انا استعملت التمر تاع غزاله، تاع الغزاله. داك هنا فتت كامل هذاك التمر. هذا التمر هاين منقي كامل، ما فيش هذوك العظمات وكامل. هنا كاين اللي يفوروه، انا ما نفوروش، كل واحد وطريقه ديالو. دونك انا هكا نكملو كامل ونولي ليكم. خديت هنايا مزهر، ولا تقدر تستعملوا الماء. انا ما فنديرو بالماء عادي، الماء تاع العين، ولا نرشو هكا بالمزهر. نبقى نعجن فيه كما يخصني الماء ولا مزهر، نرشو بشويه. صافي هنا واش راني درت مغرفه كبيره تاع زبده، وراني نرش عليه بالمزهر ونعجن فيه. نبقى نزيد مزهر، ما تجروش وما نخلوش عاصي. انا كي شفتو بلي خلاص ما يحتاجش الماء ولا ما زهر، ضفت له شويه زيت. نزيد واحد زوج مغارف كبار تاع الزيت. تبقاي هكا تعجنيه فيه باش ما يلصقلكمش. هذه هي وصفه تاعنا تاع الغرس، صدقوني يجي طري. كي طيبيه في النقاش ولا في اي كاطو ولا تلقاوه هكا قاعد طري. هذه هي وصفتنا تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم ولا كتدبير. يعطيكم الصحه اللي تبعتوني. نتلاقى ان شاء الله مع وصفه واحده اخرى. صحه فطوركم، سلامه، السلام عليكم.